خدي بقى اصل الوصفة من عند الفلاحين وما ترجعيش ورايا. دي بقى الطريقة الاصلية بتاعتهم اللي بيعملوها من سنين السنين. وسيبك بقى من اي وصفة انت جربتيها. احفظي الفيديو عندك علشان هينفعك للشتاء وكمان للمدارس. كالعادة حبايبي ما تنسونيش من دعمكم بلايك وشير على الفيديو وتعليق حلو زي قلوبكم، ويلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجة كده انا معايا هنا كوباية من السمنة، وكمان نص كوباية. الكوباية انا فضيتها علشان هسخنها على النار. والنص كوباية اللي لسه هنا في الكوباية بتاعتي دي، كوباية السمنة دي، حطيت عليها كمان نص كوباية من الزيت، زودتها نص كوباية من الزيت، يبقى المقدار كله كوبايتين. هيبقى معاكي كوباية ونص من السمنة ونص كوباية من الزيت. تمام كده، هنرفعهم بقى على النار ونسيبهم لما يسخنوا خلاص معانا. هنبتدي بقى كده بقى لما يسخنوا معايا هجيب هنا كوباية من اللبن بنفس الكوباية اللي انا عيرت بيها السمنة، واحطها في طبق، واحط عليها 3 معالق من السكر. تمام كده، وبنفس المعلقة دي اللي احنا بناكل بيها الاكل العادية هعاير معلقة مليانة كده من الخميرة الفورية. هم كانوا اخر حبة كانوا معلقة كده تقريبا، ففضيتهم كلهم. هقلب بقى كويس جدا كده لغاية الحبيبات الخميرة دي ما تدوب معايا، والسكر في نفس الوقت، واركنهم على جنب. وبرضو السمنة احنا حاطينها على النار ما تنسوش. تمام كده، هنبتدي بقى نجيب هنا الدقيق بتاعي. انا هنا جبت طبق غويط، واهم حاجة بقى يكون الطبق واسع معاكي. هحط هنا كيلو من الدقيق. الكيلو الدقيق ده 8 كوبايات، 8 كوبايات بنفس الكوباية اللي انا عيرت بيها السمنة على فكرة. هحط عليهم نص معلقة من الملح، واحط عليهم كمان معلقة كده مليانة من البيكنج باودر. المعلقة برضو زي ما قلت لكم اللي هي بتاعة الاكل العادية كده مليانة من البيكنج باودر. ولازم برضو نقلبهم كده كويس جدا مع بعض في الاول. والدقيق هنا متعدد الاستخدامات. تمام كده، النوع بتاعه متعدد الاغراض بتاع المخبوزات. هبتدي بقى ان انا اعمل فجوة كده في النص، علشان هنا السمنة كانت سخنت معايا وهجيب. بس الاول كده بحط نص كوباية في الفجوة اللي احنا عملناها دي، نص كوباية من السمسم. واحط عليها على طول السمنة بتاعتي وهي بتغلي كده. السمنة بتاعتي بتكون سخنت كده، واحطها على طول على السمسم علشان تحمص السمسم لو في اي رطوبة تطلع منه. تمام كده، وبنزل عليها على السمسم والدقيق بتاعي. طبعا مش هنقلب خالص بايدينا. في الوقت ده هنجيب هنا المعلقة الخشب كده، او معلقة تكون محملة شوية كده تعرفي تقلبي بيها. وتقلبي بقى كده لغاية ما تبردي معاكي الدقيق بتاعك ده. تمام كده، تبرديه خالص علشان لا قدر الله ما تتلسعيش او حاجه. وتعرفي ان تبسيها بعد كده. لازم القرص المبسوسه بتاعتنا تتبس كويس على ايدينا. دي قرص مبسوسه يا حبايبي. القرص المبسوسه الفلاحي هي بتبقاش طريه على فكره، في فرق بين القرص الطريه وفي فرق بين القرص اللي هي المبسوسه. هوريها لكم بقى في الاخر بتبقى عامله ازاي. بصوا، هنبتدي بقى ان احنا بعد ما بردت معانا خالص هنبتدي بقى بايدينا بكف ايدينا كده، وندخل بقى السمنه نشربها في كل الدقيق بتاعنا، بحيث ان انتي ما تبقيش شايفه دقيق خالص. دي اهم حاجه. بصوا بتبقى كلها كده زي الرمله المبلوله كده اهي. لازم تشربيها كويس جدا في السمنه بتاعتها كده. بس كده، بعد ما خلاص كده عملناها كويس، هنفتح فجوة برضو في النص كده، وهنحط هنا فانيليا سايلة، فانيليا بودر اللي عندك. هنحط بقى الخميرة اللي احنا عملناها في الاول مع كوباية اللبن الدافية، وهننزل عليهم بكوباية من المية الدافية. لازم كله كده يبقى دافي معاكي علشان ينشط معاكي الخميرة بسرعة. ماشي كده. ان شاء الله هسيب لكم المقادير في اول تعليق مثبت، ولو انتوا بتشوفوني من على اليوتيوب هسيبه لكم في صندوق الوصف. هبتدي بقى ان انا مش عايزاكي بقى تعجيني خالص، انا عايزاكي بس تلمي العجين كله مع بعضه كده. تمام كده، هتبتدي بقى ان انت بايدك كده وتدخلي كل دقيق في السوائل بتاعتك. مش عايزين نعجن خالص. بصوا، بعد ما عجنتها هبتدي بقى ان انا اختبرها، اشوف بقى لو هي مظبوطه، عايزه تاني سوائل هشوف. بصوا، انا حسيت كده ان هي عايزه معلقتين بس كده، يا ميه يا لبن. انا كان لسه عندي شويه من اللبن كده، فحطيتهم قيمه معلقتين بس كده من اللبن. تمام كده. بصوا، انا هنا مش هعجن خالص عشان ما تكونيش عرق معاكي في العجينه. لا، انا عايزاكي بس بصوا زي فكرة الكحك كده. زي فكرة الكحك اللي هو بيبقى على السخن. انت مش بتعجني فيه خالص عشان ما ربيش فيه عرق. لا، احنا عايزينها تبقى القرصة دايبة، في نفس الوقت تكون ماسكة نفسها وبتقرمش. لا، كل ما زودتي سوائل كل ما نشفت معاكي وبقت محجرة ومش حلوة خالص.
لا بصوا انا بعملها ازاي. انا اصلا ما فصلتش خالص الكاميرا معاكم، فانا دخلت شويه اللبن دول في ثانيه. بصوا خلاص هي بيبقى العجينه بتبقى طريه وحلوه زي ما انتم ملاحظين كده، ما تبقاش تختبريها كده تلاقيها مش بتشقق معاكي، يبقى هي كده مظبوطه. هتغطيها بقى كده بكيس بلاستيك علشان اهم حاجه الوش بتاعها ما ينشفش. ونركنها، احنا مش بنسيبها تخمر خالص. لو المتوفر ان انت تعملي العجوه بتاعتك قبلها يبقى احسن. احنا مش بنسيبها تخمر. بصوا انا بس سبتها على جنب كده لغايه اما احضر العجوه معاكم. انا هنا معايا قالب عجوه بيبقى 400 جرام. فبس انا على فكره عملت القالب ده معاكم وزودت عليه كمان نص قالب كمان زي ده كده. تمام كده علشان يكفي معايا ايه المقدار كله بتاع كيلو الدقيق. فهو كيلو الدقيق هياخد معاكي تقريبا نص كيلو. نص كيلو من العجوة او زيادة شوية. هحط عليها بقى على العجوة بتاعتي المفرومة دي، هحط عليها معلقة سمنة علشان ما تنشفش معاكي في قلب القرصة بتاعتك وتبقى طرية كده وحلوة. لازم ان انتي بقى ايه تمسكيها كده وتطريها على ايدك لغاية ما تبقى بصوا تبقى زي الملبن كده. لازم تعملي الحركة دي على طول، يعني ايه مش تجيبي العجوة وعلى طول تشكلي فيها، لا لازم تعجنيها كويس وتكوريها بقى بالطريقة دي. هتكوريها بقى وتخلصيها كلها وتشتغلي على طول في العجين بتاعك. زي ما قلت لكم هو مش بنسيبه يخمر خالص. بصوا اهو انا جبته كده، وجبت بقى العجوة بعد ما كورتها على كور صغننة كده على قد القرصة بتاعتنا اللي احنا هنعملها. حجمها يكون حلو كده، اللي هو صغنن او اللي هو ايه يكون كبير قوي. ببتدي ان انا اجيب حته من العجينه بتاعتي وافتحها كده، وابتدي بقى ان انا ايه هجيب كرة العجوة دي برضو وابططها على ايدي كده واحطها على العجينة بتاعتي والم العجينة بتاعتي زي ما انتم ملاحظين كده واكورها على ايدي انعمها يعني. بصوا انعمها على كف ايدي كده لغاية ما تبقى كورة معايا بالشكل ده اهو. لازم انتي تبططي كده كرة العجوة بتاعتك علشان تبقى معاكي مظبوطة. هعمل معاكم دول وبعد كده انا هخلص بقى بقية المقدار لوحدي. بصوا انا هنا بقى ايه هفردها بقى، بس انت بتضغطي عليها ضغطة بسيطة كده على المفرش او على كف ايديك لغاية ما تبقى يعني تكوريها بالشكل ده. هتجيبي بقى الصينية مش بندهنها اي حاجة ونرص بقى القرص المبسوسة الحلوة بتاعتنا دي. بصوا بالشكل ده تظبطيها بس على ايدك كده والحروف بتاعتها علشان ما تبقاش حرف طالع وحرف داخل. بصوا بيبقى شكلها كده. هنجيب بقى هنا السكينة واعمل لها شكل كده من فوق. بس كده خلص بقى كل الكمية واوريها لكم. ما شاء الله الكيلو اللي عايزه اقول لكم كيلو دقيق طلع معايا، يعني شوفوا طلع معايا كمية دي 3 سجان 4. وده صاجة صغننة كده 5 سجان، بس التانية دي كانت صغيرة. ما شاء الله طلعت كمية حلوة قوي من القرص المبسوسة. تحفة يا بنات. بصوا بقى انا هنا في الوقت ده هغطيها بقى واسيبها تتخمر. هبتدي بقى اسوي من اول واحدة انا عملتها. تمام كده هسيبهم نص ساعة لما يخمروا واحطهم في الرف الوسطاني. التسوية بتبقى عاملة ازاي؟ التسوية بحطها في الرف الوسطاني وابتدي ان انا اشغل عليها من تحت بس ما اشغلش من فوق. تقعد معاكي في التسوية تقريبا ربع ساعة في اول صاجة كده. علشان احنا بنسويها على الهادي مش بنسويها على نار عالية علشان تبقى معاكي متحمرة من فوق ومن تحت. ولو قعدت معاكي وقت طويل لو انت عاملة كمية محصلهاش اي حاجة. بصوا ما شاء الله واخدة اللون الذهبي من فوق ومن تحت. لو حسيتي كده ان هي عايزة اللون كمان من فوق كده شغلي لها الشواية شوية وطلعيها. سيبيها لما تبرد خالص وبعد كده هنغطي قصدي هنعبيها بقى. بصوا كان هنا فاضل صاجة كده بس بألف هنا الولاد كلوها من حلاوتها بجد، يعني كلوها ما شاء الله. عايز اقول لكم كانت تحفه وريحتها بجد كانت خطيره. بصوا عامله ازاي التسويه بجد تحفه. عايزاكم تسووها زي ما قلت لكم كده على نار هاديه يعني. خليكي انت عينك كده فيها النظر، لان انت لو لا تسيبيها على تسويه زياده ولا تسيبيها ايه على طول تعمليها على طول وتطلعيها من الفرن. لا التسويه بتاعتها بتكون على نار هاديه كده وبعد كده لما تحسي ان هي خدت اللون من تحت ومن فوق طلعيها على طول. بصوا بقى انا هنا هعبيها بقى كده علشان احافظ عليها واحافظ على القرمشه بتاعتها وما تطرش معايا، علشان زي ما قلت لكم بيبقى في فرق بين القرص اللي هي الطريه والقرص المبسوسه دي بتبقى فيها قرمشه بسيطه كده بتبقى خطيره ودايبه في نفس الوقت كده بتبقى عامله زي الكحكايه. تبقى زي العسل. جربوها بجد بالمقادير ديت والطريقه دي علشان بجد هتطلعوا احلى شويه قرص.
عشان انتوا طلبتوها مني قبل كده وانا قلت بقى اعملها لكم، عشان بجد الشتا بيحب الحاجات دي قوي. عايزاكم تعملوا منها كمية كبيرة علشان بجد مش هتبطلوا تعملوها بجد. بس خطيرة ازاي. هحافظ عليها بقى ازاي؟ هجيب علبة كده واجيب كيس بلاستيك وابتدي ان انا ارصها واقفل عليها بالكيس علشان خاطر ما تضرش معايا زي ما قلت لكم. تعالوا نفتح واحدة بقى ونشوف قلبها من جوه عامل ازاي. بصوا العجوة سايحة فيها ازاي، لا نشفت ولا حصل لها اي حاجة. بجد يا بنات خطيرة. عايزه اقول لكم طعمها زي العسل، جربوها عشان بجد هتعجبكم قوي. زي ما قلت لكم احفظوها كده علشان ما تطرش معاكم. عايزاكم يا حبايبي تحطوا لي لايكات كتير على الفيديو علشان بجد بفرح قوي لما بتحطوا لي لايكات وبتشيروها مع اصحابكم، علشان بجد يعني كده بحس ان تعبي ما راحش عليا، وبتشجعوني ان انا اقوم اصور واعمل لكم فيديوهات تانية. هستنى رايكم على الفيديو بتاعي، وما تنسوش بقى تقولوا لي بتتابعوني منين. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.